هنعمل النهارده مع بعض حاجة حلوة جدا. سهلة وسريعة وساقعة في الجو الحار اللي احنا فيه. مش هتاخد منك وقت، ولا تحتاجي فيها بيض ولا دقيق ولا أي حاجة، ولا سمنة ولا زيت. حاجة سهلة جدا وبسيطة، شكلها حلو قوي. كمان تقدميها كده لضيوفك. طعمها كمان حلو قوي وسريعة وسهلة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. انا هنا معايا باكوين من الجيلي. اي بقى جيلي تحبيه باي طعم. انا جبت جيلي مانجا، وكمان جبت باكوين. تمام. وطلع فيهم باكو مشمش وباكو مانجا. اتلخبطت، فمش مشكلة. هنا خدت كوبايتين، كوباية ونص من المية السخنة. تمام، عشان انا عايزة المكون بتاعي الجيلي يبقى متماسك. خدت كوباية ونص، كمان ما كملتش الكوباية النص التاني، حوالي كوباية وربع. قلبت كويس جدا، محطتش سكر ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده، لغاية ما الجيلي بتاعي دوب خالص، يبرد شوية. وبعد كده اجيب القالب بتاعي اللي انا هحط فيه الحاجة الحلوة بتاعتي. اي قالب من الموجود عندك، او قوالب صغيرة زي ما تحبي. كان عندي قطعة من المانجا النعومي، قطعتها وهي متفرزة كده وحطيتها في القالب. هسيبه بقى، خدته هنا سبته يبرد، وبعد كده خدته على الفريزر لغاية ما يتماسك شوية. وهنا معايا جيلي. استعملت باكوين من الجيلي، عليهم معلقتين من النشا، وكمان حطيت لتر من الحليب. يعني كل باكو من الجيلي من الكريم كراميل آه عليه بياخد كوبايتين من الحليب، يعني نص لتر. يعني كده باكوين من الكريم كراميل اخد معايا لتر من الحليب، كيلو يعني. قلبته كويس جدا، وما حطيتش برضو سكر. انا بحب السكر يكون خفيف. عايزه تحطي سكر حطي. وقلبته كويس جدا، وبعد كده هاخده على النار لغايه ما الكريم كراميل بتاعي يتقل شويه، واسيبه يهدى. طلعت القالب بتاعي اللي فيه الجيلي، و... وهحط بقى بصب بقى كده الكريم كراميل اللي سبته يهدى شويه، ما يكونش سخن قوي علشان ما يسيحش معايا الجيلي بتاعي. وهامله بقى القالب بتاعي، وبعد كده هنضف بقى اللي وقع كده من فوق، واخده على الفريزر على طول. هنا القالب بتاعي ليه غطا، هغطيه، وبعد كده اخده على الفريزر. ولما يتماسك هنطلعه مع بعض. شوف شكله الحلو بجد، جربوه. حاجة حلوة سهلة وسريعة، ما خدتش وقت. عملتها ما خدتش 10 دقايق في المطبخ. بجد حلوة قوي، وطعمها كمان جميل، ورطبة كده على القلب في الجو الحر اللي احنا فيه. اتمنى يكون الفيديو بسيط وعجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش في شير منكم للفيديو، ولايك حلو، وتعليق كمان حلو منكم زيكم.